ليه منتخب الارجنتين محظوظ عن فرنسا؟ المباراه رقم 11 بين منتخبين من قاره اوروبا وقاره امريكا الجنوبيه، وخلال ال10 مواجهات اللي فاتت حققت منتخبات قاره امريكا الجنوبيه اللقب على حساب منتخبات قاره اوروبا 7 مرات، 5 للبرازيل و2 للارجنتين. في المقابل بقى اوروبا كسبت 3 مرات. بدايه بين القارتين كانت في نسخه 58 وكسبت وقتها البرازيل السويد 5-2، وفي نسخه 62 البرازيل كسبت تشيكوسلوفاكيا، والبرازيل قررت الانجاز لثالث مره في مونديال 70، والارجنتين بقى اول لقب خدته من هولندا لما كسبته 3-1 في نسخه 78، وتاني لقب في 86 لما كسبوا المانيا الغربيه 3-2. المانيا بقى ممثله اوروبا في نسخه 90 هي اللي كسبت الارجنتين في النهائي 1-0، وفي نسخه 94 اللي اتلعبت في امريكا كسبت البرازيل منتخب ايطاليا بركلات الترجيح. اوروبا رجعت تسيطر تاني في مونديال 98، لكن في مونديال 2002 البرازيل كسبت فرنسا 2-0. اخر مواجهه ونهائي ما بين قاره اوروبا وامريكا الجنوبيه كان في نسخه 2014 ما بين الارجنتين والمانيا اللي كسبت 1-0. سؤال بقى، توقعاتك مين اللي يكسب النهائي، الارجنتين ولا فرنسا؟